أهلا بيكم في حلقة جديدة من Inside Out Channel. كتير بتطلع مننا جمل زي أنا بتعب قوي لما أحتاج أشرح نفسي تفهمني لوحدها، نفسي قوي يبقى فاهم احتياجاتي من غير ما أنا أقعد أشرحها له كل شوية. المفروض هيبقى عندها شوية تمييز، إني بروح تعبان من الشغل ومحتاج أقعد في حالة صمت، ما اتكلمش ولا أنطق ولا كلمة. أنا بطبعي شخص كتوم، مش بيفرق معايا قوي إني أقول أنا بفكر في إيه، وساعات بحتاج أدخل الكهف بتاعي وأفضل قاعد فيه لحد ما أحس إن أنا محتاج أطلع للناس مرة كمان من جوه الأوضة الضلمة دي. يا ترى الأفكار دي والجمل دي صح ولا غلط؟ توقعاتي من الناس اللي حواليا دي في محلها ولا مش في محلها؟ في الحلقة دي هنتناقش مع بعض عن التوقعات، وهنراجع الأفكار دي والجمل دي في ضوء إن احنا نفهم هي التوقعات دي أصلا بتطلع منين. اللي عايزة أبدأ بيه إنه مش من المنطقي ولا الطبيعي إنك تبقى عايش في وسط الناس مش بتتوقع أي حاجة منهم، أو تتوقع سلوكيات معينة أو حاجات يعملوها معاك. تخيل نفسك مثلا اشتغلت شغلانة ومش متوقع من نفسك ولا من الشغلانة دي إنك تتطور فيها وتترقى فيها، أو إنك ترتبط بحد ومش قادر تحلم إن العلاقة دي تنجح وتنمو، ولا حتى قادر تتوقع مثلا إن يبقى في عمق أكتر في صداقتي مع الناس من حواليا. بالشكل ده العلاقات بتموت، بالشكل ده الأحلام بتموت، لأنه الحافز اللي بيخليني أبقى شخص أحسن أو أخلي العلاقات دي تنمو هي التوقعات والصور اللي أنا بخلقها لنفسي عشان أبقى قادر أحرك العلاقات ونجاحي الشخصي تجاهها. فأعتقد جملة إن أنا مش المفروض أتوقع حاجة من حد جملة محتاجة مراجعة، وغالبا مش هتلاقيها في محلها، وهتلاقي نفسك في أوقات بتقول أنا مش عايز أصلا أتوقع حاجة من حد، الناس تعبتني كتير وأنا عايز أعيش في الدنيا دي قادر أكفي نفسي، لو حد عمل لي حاجة كتر خيره، ما عمليش أنا أصلا مش متوقع منه حاجة. طيب منين أصلا بتجيلي التوقعات دي؟ وهل الجملة دي إن أنا ما توقعش حاجة من حد أو إني أتوقع حاجات بعينها أصلا صح؟ هل إن أنا أعيش في الدنيا دي مش متوقع حاجة من حد ولا عايز جملة في محلها؟ أعتقد إن الجملة دي محتاجة شوية مراجعة. دلوقتي هنتكلم عن هي التوقعات اللي بتتبني جوانا دي إيه مصادرها، هي أصلا بتجيلي منين التوقعات دي؟ وعايزين نحكي في 3 مصادر بتبني جوانا التوقعات. التوقعات عبارة عن صورة بتتحفظ جوه ذهني، بحرك الناس وبحرك العلاقات تجاهها، لأني فاهم إن الصورة دي هي الصورة الأوقع، هي الصورة الأصح لكل أنواع العلاقات من حواليا. أول مصدر بيبني جوايا الصورة دي هي خبراتي السابقة. فمثلا أدخل في علاقة مع حد ولاقي إن الشخص ده خني، وقبل ما يخني لاحظت كده إنه بيمسك موبايله كتير وبيمسكه الوقت طويل. سبت الشخص ده وقعدت وقت ارتحت ودخلت في علاقة تانية ولقيت إن الشخص ده برضو بيمسك موبايله كتير والوقت طويل. فعلى طول بسبب خبراتي السابقة بقول أكيد الشخص ده بيخوني، في حين إنه ممكن يكون الراجل يعني بسيط وبيمسك موبايله عشان يتسلى، بس بسبب خبراتي السابقة بلاقي نفسي أنا مش قادر أدخل تاني في دايرة خيانة من شخص هو أصلا ممكن يبقى الموضوع مش في ذهنه خالص. مثلا ألاقي حد من أصحابي كنت عايز مساعدته في حاجة أنا محتاجها، بعدي في ظروف صعبة وعايز حد يساندني، ولاقي إن الشخص ده مش بيساعدني، على طول يبني جوايا الفكرة إنه أنا أصلا مش هحتاج أصحابي في حاجة، أنا مش عايز أتوقع حاجة من حد. فغصب عني اللي أنا بعدي فيه قبل كده بيبني جوايا صورة معينة، هي دي الفريم اللي أنا بشوف الناس منه. تاني مصدر هو الناس من حواليا. فمثلا لو أنا كبرت في بيت الأب فيه مسيطر ومتحكم ودايما بيشخط وينطر، فلما يجي أرتبط مثلا بشخص أشوف فيه صورة بابا، ولو شفت إنه بعض التصرفات تميل شوية للي بابا كان بيعمله، على طول بترجم ده إن أنت شخص مسيطر وأنت شخص متحكم وهتعرفني في عيشتي، في حين إن ممكن يكون الشخص ده بيعدي بظروف صعبة أو موده اليومين دول مش قد كده فطالع منه شوية نرفزة، بس بسبب إن أنا اتربيت في مكان والتربية بشكل كبير بتبني جوايا الصورة والفريم اللي أنا بشوف فيه الناس، على طول أسقط إن أنت أكيد شبه بابا. أوقات تانية بتبقى والدتي مثلا عايزة لي أحسن حاجة، عايزة لي صورة معينة، توقع معين للشخص اللي أنا محتاج أرتبط بيه، وفجأة ألاقي نفسي إن أنا بدور على الشخصية اللي ماما عايزاها، بغض النظر هي اللي ماما عايزاه ومتوقعه لي ده اختياري أنا الشخصي ولا لا، لكن بأسقط على نفسي اختيارات وتوقعات والدتي ليا في الجواز، وطبق ده على كل المجالات المختلفة في العلاقات. ثالث مصدر هو
الميديا والمسلسلات والأفلام وكل السوشيال ميديا اللي بتعرضه لينا. فمثلا بنشوف أفلام كتير بتقول لنا قد إيه الجواز ده بيأيد الحرية، أو إنه الحب يساوي الرومانسية، أو إنه الحب يساوي الجنس. وهو ده الصورة اللي أنا بتوقعها في علاقتي مثلا بشريك حياتي، إنه ألاقي الراجل مثلا عايز يعيش حريته للآخر قبل ما يتجوز، لأنه فاكر ومتوقع إن الجواز هو عبارة عن تأييد الحرية، في حين إنه ممكن يبقى طبيعة الجواز حاجة تانية خالص. أوقات تانية بنشوف في السوشيال ميديا لقطة من كابل مثلا بيسافر كل ويك اند مع بعض بيتفسحوا، وبتتبني جوايا صورة إنه غالبا هو ده الشكل الصحيح الصحي للعلاقة الزوجية. فبتتبني عندي فكرة سطحية وتوقع سطحي إن هي دي العلاقة الناجحة. لكن السوشيال ميديا مش بتقولي التحديات ورا اللقطة دي كانت قد إيه الكابل ده اشتغل على نفسه، هل فعلا العلاقة دي ناجحة ولا لأ. أنا بكتفي بالصورة والسناب شوت اللي بتطلع لي على السوشيال ميديا، وهي دي الصورة اللي أنا بحتفظ بيها وأتوقعها من شريك حياتي، وبالتالي إحنا كده علاقتنا ناجحة. كنت بتفرج على فيلم من كام يوم حلو قوي اسمه ترومان شو، واتقالت فيه كوت كده فظيعة عايزة أقولها لكم. بتقول كده: We accept the reality of the world with which we are presented. يعني إيه؟ المقولة دي بتقول إنه إحنا بيتعرض علينا واقع معين، الواقع ده لما بنقبله من غير أي نوع من أنواع الفحص بندخل فيه بوشنا بدون أي تردد. ومش بس كده، احنا بنحاول نخلي الواقع ده يخرج بره شاشة، بره سكرين، بره موبايل بتاعنا، ونسقطه على انه هو ده الواقع اللي احنا محتاجين نعيشه. وببساطة السوشيال ميديا والميديا بشكل عام بتعرض علينا عالم معين وبتقول لنا هو ده الواقع. زمان كانت الميديا بتحاول تجسد لينا الواقع، الحقيقة اللي احنا عايشينها، لكن في زماننا ده الميديا بتصنع لينا الواقع وبتقول لنا هو ده عيشوه. ملكوش دعوة بالواقع الأرضي اللي احنا عايشين فيه فعلا في أرض الواقع، لكن بترسم لينا صورة وبتقول لنا هو ده. قد ايه بقى الصورة دي صح؟ مش عارفين. قد ايه هي غلط؟ مش عارفين. هل كل اللي بيتعرض علينا من صور، سواء من خبرتنا السابقة أو من الناس من حوالينا أو الميديا بشكل عام، كلها صح؟ مش أكيد. كلها غلط؟ برضو مش أكيد. طب أنا إزاي أميز الصورة اللي اتركبت جوايا دي صح أو غلط؟ هنعمل ده من خلال 3 خطوات، وهتلاقوا الشيت موجود في الديسكريبشن تحت يساعدنا نمشي الخطوة ورا التانية بشكل يخلينا نراجع ايه هي أصلا الصور اللي اتبنت جوانا. أول خطوة هي اسمها المراجعة، بمعنى إني أراجع من خبراتي السابقة ومن الناس من حواليا ومن الميديا ايه الصورة اللي اتشكلت جوايا عن الراجل، الست، الفلوس، النجاح، الجنس، الصداقة، الجمال، وابدأ أكتب هي دي الصورة اللي أنا بتوقعها من الناس من حواليا. هلاقي نفسي إنه أنا متوقع مثلا من الست اللي أنا اتجوزها تبقى في صورة الجمال اللي أنا شفته في السوشيال ميديا، أو إن أنا أتوقع إن الراجل ده مصطفى أبو حجر لأنه الميديا قالت لي إنه كلهم مصطفى أبو حجر، في حين إنه ممكن يبقى في ناس كده وفي ناس كده. في ناس فعلا مصطفى أبو حجر بسبب اختيارها الشخصي، وفي ناس قالت أنا مش عايز أخون مراتي، أنا عايز أبقى في ولاء وفي إخلاص للست اللي أنا عايزة أتجوزها. الصورة دي محتاجة مراجعة. تاني خطوة هي اني اعمل عملية اختيار. طيب ايه من الصور اللي انا اكتشفت نفسي محشور فيها انا عايز استمر اتبعها، وايه صور انا محتاج ارميها خالص بعيد عني لاني مش مقتنع بيها. وفكرة اني اختار الصور دي بتحتاج مني شوية تفكير، اني اكون واقعي منطقي، ارجع للناس اللي بتعلم عن العلاقات وما اختارش ناس هواه، اختار ناس عارفة تدرس الموضوع ده بشكل كويس جدا وبشكل صحي وبتعرضه علينا. محتاجة أقرأ كتب، محتاجة أتفرج على فيديوهات تقولي وتساعدني هو الحقيقة فين، الصح فين في العلاقات، إيه التوقعات الصح والتوقعات الغلط. وأنا هكون معاكم في الحلقات الجاية بناخد كل دايرة من الدواير بتاعة علاقاتنا ونشوف إيه هي التوقعات الصح وإيه هي التوقعات الغلط، وبعد كده أختار أنا عايز الصورة دي ومش عايز الصورة دي. بعد وقت هلاقي نفسي بيتكون جوايا فلتر، حاجة اسمها فلتر، ودي الخطوة الثالثة والأخيرة. إني بحط فلتر على وداني، فلتر على عينيا، فلتر على ذهني وهو بيتفرج على الفيديوز أو على المسلسلات أو على أفلام أو يسمع أغاني، ويسأل نفسه هو اللي بيتقال ده صح ولا غلط. ألاقي نفسي حتة بحتة اتطور عندي الفلتر ده، إني
مش بحتاج كل شوية أقعد بعد ما يكون اتكون عندي already صورة مغلوطة عن العلاقات وعن التوقعات وراح واقع في علاقة تحبطني وتفشلني. لا، من البداية أبقى أول بأول مركب الفلتر ده 24 ساعة بميز بيها إيه الحقيقي من المزيف، إيه الصح من الغلط، إيه الصورة الحقيقية وإيه الصورة اللي بأبعد ما يكون عن الواقع وعن المنطق. وبالطريقة دي بيتخلق جوايا حتة بحتة وعي ذاتي، أبقى في حالة تواصل مستمر مع نفسي، ويبقى في دماغي أفكار متستفة عن إيه هو الصح وإيه الغلط وإيه اللي أنا عايزه واخترته لحياتي، مش مجرد عرف، مش مجرد اختيارات حد تاني، مش مجرد توقعات الناس ليا عن حياتي وأنا مضطر إن أنا أحققها، لكن أكون عايش حياة أنا اللي صانع التوقعات جوايا ليها وتوقعات من الناس من حواليا. بشكل ده هرتقي بنوع العلاقات اللي أنا بكونها، وهرتقي بشخصيتي إن يكون أوضح كمان في إيه اللي أنا محتاجه، اللي أنا طالبه، وأقوله بكل أريحية. في الحلقة الجاية هناخد شوية أمثلة عن التوقعات اللي عادة إحنا بنكونها جوانا وعادة بتبوظ علاقاتنا ببعض. وعايزة أشكر كل الناس اللي بعتت أمثلة وأسئلة على السوشيال ميديا، هنكون بناخدها واحدة واحدة الحلقة الجاية. زي مثلا إيه الفرق بين الطموح وإن أنا عايزة أبقى أحسن، وبين التوقع، وهل إزاي أميز بين التوقع ده ساقط جوه طموحي ولا هو أصلا توقع غلط المفروض ما اعتبروش. زي مثلا أنا بحتاج أدخل فعلا الكهف بتاعي، إزاي أوصل لشريك حياتي إن ده مش زعل منه، لكن أنا فعلا محتاج أوقات صمت، وغيرها من أمثلة وأسئلة كتير. استنوني في الحلقة الجاية وابعتولي أسئلة لو لسه عندكم عن التوقعات. Thank you for watching، واشوفكم في حلقة جديدة من Inside Out Channel.